بص، عايزك تتفرج على دول. بص عاملين ازاي. بص منصير رقبتهم ازاي اهو. دولت نتي اللي بتتفرخ. اتفرج على شكل النتي عامله ازاي، ملصه خالص. بص دي كل دول طالعين خالص. ده بيدل على الخدمه بتاعتك، لكن مفيش خدمه تلاقي القلش بتاعك في الحديد وصحه الحمام في النازل مش في الطالع. السلام عليكم ورحمه الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقه جديده وداخل السلاكه وتجهيز الحمام قبل موسم الفرخ. النهارده ان شاء الله هنتكلم في كام نقطه كده تخص الحمامايه وتجهيزها قبل موسم الفرخ. طيب قبل ما نخش في الموضوع ده، دلوقتي عندي الحمام بتاعي احنا في موسم قلش، والحمام عندي لسه معلش، وخايف اخش الموسم الاقي الحمام يقلع معايا او يقلش في عز الموسم. مبدئيا كده هنتكلم عن خدمه الغاوي. القلش ده انا بقول لك بيجي مثلا من شهر 6، من شهر 7، من شهر زي ما انت طالع، بس اهم حاجه الحمامايه تكون بصحتها. طول ما الحمامايه بصحتها تقلش معاك، لكن طول ما الحمامايه ما فيهاش صحه القلش بتاعها يبقى ضعيف معاك. يعني انا عندي الحمامايه الجثمان بتاعها كويس، هتلاقي الحمامايه دي بتقلش معاك بمنتهى السهوله. طب لو الحمام ده فيه مشكله هيقلش ازاي وهو فرد حمام ما فيهوش صحه؟ ما كل ده يا جدعان عايد من صحته. القلش ده زي ما بيقول لك مثلا بيحس حصى شبع. هو الحصى الشبع ده ايه؟ الحصى الشبع ده من خدمتك. طب لو الحمام مثلا ما بيتخدمش صح هيحس ازاي؟ ما فيهوش جهد ان هو يحس. فعشان كده خدمتك في قلب سلاكتك او في قلب غيتك لازم تكون خدمه صح. الخدمه يا جدعان مش اكل وشرب وخلاص، اللي انت بتحط ميه واكل واللي هو ده بيبقى خدمه الغاوي. خدمه الغاوي اللي هو عينيك في وسط حمامتك، عينيك مع الحمام بتاعك، عينيك في قلب سلاكتك، عينيك في قلب غيتك، بتشوف كل فرد حمام مطالبه ايه واحتياجاته ايه. ممكن فرد حمام بيبقى ناقصه شويه كلفه خشنه عشان خاطر اللي هو يقلع معاه. ممكن انت كلفتك تبقى ناعمه على فرد الحمام فهو مفيهوش جهد ولا في صحه ان هو يمص معاه. طيب دلوقتي عشان خاطر الحمام بتاعي ده يبدا اللي هو يقلش ويقلع معايا الريش بتاعه عشان ابدا ان انا اجهزه. انا في فيديو سلاكه بقول لك انا ما بحبش ان انا ادي علاجات وانا الاسوس بتاعتي كلها زغاليل. ليه؟ لان مشاكلها بتبقى كتير، واقرب حاجه بتضرب في قلب الزغلول. الفترة اللي فاتت دي ابتديت ان انا اعزل الحمام، مع ان الحمام كان بيحس حاسه شبع. يعني كنت ببدي الحمام ولغايه وقتنا هذا ببدي الحمام، وفي حمام بيحس في قلب الارضيه وفي قلب المصاريف. بس انا بقول لك لازما الحمامايه تاخد حقها عشان ما اجيش في عز الموسم يحصل معايا خلل. يبقى الناس شغاله في عز الموسم والدنيا جميله، وانا اللي عندي مشكله لان انا ما ريحتش الحمامايه بتاعتي، ما ريحتش الاصل عامه. دلوقتي ببتدي بعزل الحمام بتاعي، ببتدي ان انا اخشن له الكلفه كويس، واشوف اللي هو فرد الحمام بيطبق في ايه. يعني انا ما اخليش كلفتي شويه اللي هي العوجه بكتير وحبه فول صغيرين، لا انا بقول لك في فتره القلش ده اديهم اي حاجه انت معاك، حتى لو في صيف اخر كلفتك. ولو هتكلف بالليل ادام ما فيش زغاليل ولا في اي حاجه، بس اخدم صح، اخدم الحمامه بتاعتك تبقى صح، اخدم فرد الحمام يبقى واقف في صحه عشان تخش بيه الموسم هو جاهز معاك متاهل معاك للموسم الجديد. ببدا ان انا اخش له الكلفه بتاعتي كويسه، ببدا ان انا اهتم بحته النظافه لفرد الحمام. شويه اللي هو الغبره اللي بيطلع على عينيه ده بيوديك في ده. ممكن حمام بيفقد عينيه، ممكن حمام بيجيله مرض على عينيه بسبب اللي هو شويه الترابه اللي تحتيه او شويه الغبره اللي تحتيه، فبتلاقي الحمام معاك بيتعمي ويقول لك عنده تنفسي والتنفسي بتاعه مزمن ومش عايز يخف. فاعتنى بنظافه، اعتنى بكلفتك، اعتني
بقلب المسقه بتاعتك لازما الميه بتتغير باستمرار يوميا. لو هتغسل كل 3 4 ايام المسقه بتاعتك يكون مستحب في قلب الغيه بتاعتك. طيب عندي دلوقتي وانا ببدي الحمام بتاعي، انا دلوقتي بوقف الديكوره بتاعتي في قلب البيبان. النتي سايبه على البيبان او سايبه على الوشوش كده طالعه نازله. ابتديت اللي انا سايب الحمام بتاعي الغزار، ما انت بقى لمحتك هنا ونظرتك في قلب غيتك. لما سيبت النتي كلها على بعضها لقيت الحمام الغزار ما بيقبلش على الكلفه زي الحمامايه الحضان. حمامايه الحضان واخده على السيبان، واخده اللي هي تطلع وتنزل وتكلف من هنا حبايه، من هنا هتنزل تجيبها من تحت مكسب، من تحت مسح عفوا. لكن حمامايه الغزار انفع بطبيعتها، انفع لو المكلف فيه زراع منها مش هتكلف. لكن التحضير ممكن يعمل الزراع كده يطلعه من قلب المكلف ويكلف، ما عندوش اي مشكله. لقيت الحضان بتاعي ما بيكلفش كويس، ابتديت اللي انا نبني النتي النتي بتاعت الغزار واحطها في قلب مصاطب واخليهم خفاف. عندي اللفت ربنا موسع علينا وعملنا 4 مصاطب، مساحه اللي هي المصطبه كويسه، حطيت كل 5 6 نتي كده في قلب مصطبه. عندي في قلب السلاكات كل سلاكه ليها مصطبه خاصه بيها، برضه حطينا بتاع 5 6 نتي كده اهو اللي هو الحمامايه الغزار بتاعتنا. ابتديت اللي انا اكلف الحمام بتاعي، لقيت الحمام بصراحه ملص ريش خالص، كغاوي يبسطني. لما الاقي فرد الحمام بينفض الريش اللي عليه القديم وبيطلع جديد، يبقى انا ماشي كده في قلب السلاكه بتاعتي، يبقى ماشي مليون على المية. طيب دخلت في كورس بقى تجهيز الحمام. هنخش دلوقتي هوريك اللي انا شغال بيه. انا يعتبر في الايام دي ماشي في كورس مش وقايه، كورس علاج مع الحمام كله. هوريك انا اللي شغال فيه. بس قبل ما نخش ونتفرج على العلاجات واقول لك طريقه الاستعمال واقول لك بتشتغل ازاي، اليومين دولت احذر وحط تحتيها مليون خط من جو الايام دي. جايب فرد حمام يتعزل بره، ما يخشش على السلاكه بتاعتك، وحاول ما تفضلش تنقل حمام من مكان لمكان حتى لو في قلب غيتك. لو حمام مربيه شبابات صغيره مثلا متشببين في قلب مكان وانت هتبدا تشتغل بيهم الموسم، انصحك ما تنقلهمش الايام دي. سيب الحمام ده لغايه ما الجو يستقر معاك والحمام ده يصم معاك، وبعد كده تعالى في شهر 11 في اخر 11 ولا في اول 12 ابدا رص الحمام بتاعك اللي انت هتشتغل بيه. عندي طول النهار الشمس طالعه وضاربه في المكان والدنيا جميله، عندي بالليل بتيجي لسعه. سيبها، ما تقفليش وتستنصح وتقول اصل انا خايف على الحمام. انت تقفلك على الحمام هو ده مرض للحمام. يعني انت خوفك على الحمام واللي انت تقفل عليه وتيجي الصبح تهويه، ده اللي بيجيب له المرض. سيب الحمام، لان بطبيعه فرد الحمام جسمه سخن. اللسعه اللي انت بتتكلم فيها اللي انت ممكن ما تستحملهاش بالنسبه لفرد الحمام دي طبيعيه، دي صحيه ليه، ادام هو واقف منظوم وفرد الحمام واقف شبعان ما تقلقش منه في اي حاجه. حبينا اللي احنا نوضح لكم كده اللي بيدور في قلب السلاكه، ومعلش كنا ما بنعملش فيديوهات. بس يا جدعان انا واحد من الناس انا بحب اعمل الفيديو اللي يفيد. جه بقى منه ما جاش منه، تشاهد ما تشاهدش، انا الحمد لله لان الكلمه اللي بتطلع الواحد بيتحاسب عليها. واحنا في زمن دلوقتي بقت في الغيه دي غيه الكذب وغيه الاونطه. اللي بيكذب واللي بيحور واللي بيقفلم بتلاقي هي سبحان الله جايه معاه وماشيه معاه والدنيا مصدقاه. لكن اللي بيطلع بما يرضي الله يقول لك المعلومه، تلاقي اللي هو يقول لك يا عم ده بيرغي، يا عم ده بيحرق، يا عم ده مش عارف ايه. يا عم انا لو بقول لك في انت مش عايز تستفاد، في غيرك عايز يستفاد، في غيرك ناقصه معلومه احنا بنكملها لقلب بعضنا. يعني احنا في الاول وفي الاخر واحد بيعرض عليا سؤال بني ادم اللي انا مثلا في التليفون وهرد عليه خلاص، ممكن في مثلا في تعليق هرد عليه، ممكن على الواتس هرد عليه، بس انا ممكن انت فاهم زي ما ظهر المشكله عند واحد اخ لينا ممكن يبقى معايا 1 و2 و3. فما تبخلش علينا باللي هو رايك بتكتبه في قلب الكومنت. مش عايز تكتب رايك انت فاهم ازاي، بقول لك اذكر الله في قلب الكومنت. معلش اللي طالع عليكم تعالوا نتفرج كده
ده بقى كورس الوقايه. صلي على النبي كده. بص يا رجاله، انا لما فكيت الحمام ده عشان خاطر كان مرض التنفسي. ده كيس بودره ده بتاع تنفسي، ده كيس بودره كده ده بتاع تنفسي. اي حاجه من دي جرام على رتل الميه، يعني عندك ده 20 جرام، ده على جردل الميه ال 20 رتل ميه، يعني عندك 1 جرام على رتل الميه. ده بالنسبه للكيس ده. طيب الكيس ده عباره عن بودره شغال تنفسي 1,000,000%. ده لسه جاي يعتبر، الحاجات دي جايبها من صيدليه اسمها شركه الغريب في الهرم، في اول الهرم. الحاجات دي جايبها منها شغاله ايجابي 1,000,000%. كان عندي التنفسي خارب الدنيا، واول ما اشتغلت بده بصراحه جاب معاه ايجابي. اشتغلت 5 ايام، اللي هو الكيس ده على جردل الميه ده بتاع الجبنه ده 20 رتل معاه. ده بالنسبه لحته التنفسي. دي عبوه ديدان، دي جايبها من السوق السيده عيشه. دي 50 مللي، الملي ب2 جنيه، يعني العبوه دي ب100 جنيه. العبوه دي ب100 جنيه. طيب انا اول ما اشتغلت مع الحمام ده كان عندي مشكله اللي هو التنفسي. اشتغلت تنفسي، خلصنا من موضوع التنفسي ده كوقايه وكمرض وكتجهيز للحمامايه بتاعتك. ما عندوش تنفسي يبقى احنا هنلغي ده، هنلغي ده. ده اهو مكتوب اهو رسول كلوي اهو، ده سنتي على رتل الميه، بتمسك بجردل 10 رتل هيبقى 10 سنتي. الرسول الكلوي ده اهو. يبقى انت برضو مستوعب كده لمده 5 ايام. اي حاجه من اللي انا بقول لك عليها دي 5 ايام. تعالى هنا، خلصنا من اللي هو الرسول الكلوي ماشي. ببدأ دلوقتي برفع المناعة. ده شغال رفع مناعة اهو كويس قوي. رفع مناعة ده كويس قوي. برضو سنتي على رتل المية لمدة 5 ايام. وكل حاجة بتشتغلها بتفصل يوم او يومين، واللي بيكون مستحب بتفصل يومين مية نظيفة. يعني انا اشتغلت 5 ايام تنفسي، اشتغلت 5 ايام غسول كلوي، بريح يومين بين ده وده. بخش دلوقتي اللي هو رفع مناعة، بدي ده 5 ايام وببتدي اللي انا اشتغل يومين مية نظيفة. بالنسبة للديدان ده بتشتغل معاه يوم، وبعد 14 يوم بتعيد الجرعه. ده مش صيدليه في قهوه المراسلات، في دكتور هناك بيطري واقف قصاد قهوه المراسلات الناحيه الثانيه جنب القهوه. ده بقول لك ايه، ايجابي 1,000,000% بتاع الديدان. ده شغال ديدان، اشتغلت شيح واشتغلت من داكس واشتغلت حاجات كتير. الناس اللي هي بتنزل السيده عيشه يا جدعان السنتي ب2 جنيه اهو، بتشتغل يوم وبعد 14 يوم بتعيد الجرعه تاني. عايز بقى انت تشتغل ديدان الاول وتريح يومين ما عنديش مشكله، عايز تشتغل غسول كلوي ما فيش مشكله. اهم حاجه تشتغل اللي هو يكون الحاجات دي بالترتيب مع بعض. رفع المناعه تدي بعديها يعتبر مضاد سالمونيلا. رفع المناعه يعني انت عايز بقى تشتغل مثلا اللي هو ايه غسول كلوي وتريح يومين وبعد كده تشتغل ديدان مفيش مشكله. عايز تشتغل ديدان وبعدين تريح يومين وتشتغل ده مفيش مشكله. بس اهم حاجه اي دواء داخل سالمونيلا بتعالج سالمونيلا بتبدا تشتغل رفع مناعه الاول وتريح يومين ميه نضيفه وبعد كده بتشتغل سالمونيلا. ده بالنسبه لحته اللي انا الوقايه، ومش وقايه يعني انا شغال 5 ايام من كل حاجه. تمام. بعد ما بخلص ده بقى، وده بيبقى اخر حاجه مضاد سموم. الحاجات دي بيطري كلها مفيش حاجه بشري، يعني الحاجات دي كلها اول عن اخر كده اهو مش مكلفه 1500 جنيه. كل اللي انا بحكي لك فيه ده هيقعد معاك من اول الموسم لاخر الموسم.
طيب ده بالنسبه للي هو المضاد السموم. عندك بقى اللي انت تشتغل بعد المضاد السموم ده، عايز تشتغل الف د 3 اهي، ده بيبقى مجموعه فيتامينات مفيش اي مشكله. عايز تملص الحمام بتاعك وريشه الاملاح المعدنيه، ده اللي بيشتغل لحته القلش، ولو حمام موقف قلش بيبدا يملص معاك. ده بالنسبه لحته كورس الوقايه اللي انا شغال بيه او كورس العلاج اللي انا شغال بيه. دلوقتي انا بقوم برفع اهو، برفع المسق من قدام الحمام اهو. ده يا معلم عمر 100 100. ها يا ابني مسي على الناس. بقوم برفع المسق من قدام الحمام، اول سلاكه برفع المسق لغايه اخر سلاكه، وببدا اللي انا ارجع لاول سلاكه. رفعت الماء من قدامها، يعني الكلام ده ما بيكملش ساعه. ببدا اللي انا ارفع الماء وارفع الحاجه دي كلها، بعد كده بخش على المساله السلاكه الاولانيه، ببدا اللي انا امسق لهم واخش عليهم بالكلفه. بص بقى شكل الحمام، عايز اوريك. بص شكل الحمام قلق ازاي. عمر اطفي النور من بره. بص النتال المسوده دي عامله ازاي. بص بص الحمام مهجر خالص ازاي. بص الكولا دي، بص عامله ازاي. بص هنا، بص هنا، تلاقي الحمام كله قلق معاك. كل الحمام ايه. بص ده بالنسبه للحمام اللي واقف. امك كام ذكر ان شاء الله تبقى الرصه كلها من فوق كده اهو حمام غزار، ومن تحت كده اهو اللي هم التحضين بتاعهم. ادي عندك كده صفين تحت بعضهم هيبقى الحضان، الصف اللي من فوق ده هيبقى الحمام الغزار اللي احنا هنشتغل بيه ان شاء الله. طيب تعالى هنا للكلفه بس يا عمر. ادي شكل الكلفه اهي. بص الكلفه، ادي الكلفه اللي احنا شغالين بيها، فيها كل حاجه كده. الحماميه بتاعتك تقف منظومه، الحماميه تبقى بصحه جيده، وتبدا اللي انت تخش معاك الموسم والحماميه معاك مصححه. عامل اللي هو تحته زغاليل دي، هتلاقي هنا ذكر مع الزغلول بتاعه اترفعت النتايه، هتلاقي هنا ذكر مع زغلولين، هتلاقي هنا ذكر مع زغلول. دولت اخر حاجه، ومفيش الا كام حصوايه، يعني دولت اخر حاجه. السن ده اللي بيدبس ده، وهم اخر كام حصوايه كده يتعدى على الصوابع في كل السلكات. طبعا كل ده بياخد كورس جماعي من اول للاخر، وكل ده هيتعزل ويختلف. يعني لما تيجي مثلا هنخلفهم من على بعضهم، بحيث ان انا مربي شويه نتي حضان جديده. النتي اللي هي يعتبر وقفت معايا او فضلت شغاله معايا لغايه وقتنا هذا، دي هترتاح وتخش حماميه جديده. بخلط التحضين بتاعي كله في قلب بعضه، لان الحمام الحمد لله كله حنين والحمام كله بيزق. فانا هبدا اللي انا بعد كده اخلف الحضان بتاعي بعد ما اخلص اهو الزغاليل بتاعتي والقصه دي. ادي اللي بيجهز اهو، والزغلول اللي بيبقى ريان اهو ببدا اللي انا اشيله النتايه بتاعته واسيبه معايا. ادي دولت اهو مسود العنبري ده لسه شويه قدامهم اسبوع، وابدا ان انا ارفع النتايه عشان ما اهلكش الذكر بتاعي. ده الفيديو بتاعنا النهارده يا جدعان. اتمنى ان انا اكون فدتك حتى لو بمعلومه صغيره. لو في اي حاجه بتكتبوا لنا في التعليقات، فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.